نحن نقف ضد هذه الاتفاقية يعني افهم ده كويس. لا يا أصحاب أرض وأصحاب حق وأصحاب علم وأصحاب ثقافة. عندما كنتم تهمون في الصحراء لا خالد لا عيب ولا زفت. يعني صوروا أرضه ويقدموا علينا. انت رفضت منه لفظ جهال وهو راجل سكت وقال لك هتكلم باحترام وادب للشعوب. لما انتوا بتقولوا انتوا كنتوا عبيد يعني الراجل يعني ما يصحش انك تهينه. هو احترم الحقائق. يا خالد هذه الطريقة غير مقبولة. لا يصح. هذه الطريقة غير مقبولة ونحن لا نسمح بمثل هذا الكلام. عفوا ورجاء لو تواصل بهذه الطريقة لن أسمح لك بالتحدث. تفضل. الحقيقة هذا الصراخ الدائم ناتج عن صدمة نجاح الزيارة من حيث ترسيم الحدود وعدم حدوث مشكلة. كانت هناك قوة إقليمية تتمنى حدوث مشكلة ما بين السعودية ومصر. هذه واحدة. اثنين، كانت هناك. ما هي هذه القوة؟ طب هكمل وبعدين اسألني. اتفضل. احنا قلنا هنتكلم بالراحة. كويس؟ تكلم بالراحة والله. صدمة نجاح الزيارة سببت للناس صراخ. كان الكل يتصور أن مصر ستسقط في فخ الانهيار الاقتصادي وانهيار الدولة، وللأسف كان هناك تخطيط، والمجلس التنسيق المصري السعودي كان يعد إعداد كبير، واشتغل الإخوان وأعوانهم في كل بقاع الأرض هؤلاء الملوثون على أن الملك سلمان هو ضد مصر. وما زال ضد مصر. وبالتالي اكمل. اديني فرصه اكمل. يا هنزعق يا هنكمل. خالد أشدد على شيء وسأطلب منك بعد ذلك خالد شبيدي هو أن تعتذر مما قلت لإبراهيم المرعي، لأننا هنا لا نسمح بهذا الكلام، لا عبيد ولا بطيخ. خلاص يجيب حق الشهداء. تعتذر منه والا لا نسمح. لا انا اسف جدا، اعتذر لواحد زي ده يسرق ارضي. اسف جدا ومش عايز اللقاء. ارضي هدافع عنها وهندافع عنها مهما كان. طيب ولكن باحترام. لا مفيش احترام، ده قلة الادب. انتهكوا عرض البلد، سرقوا البلد. طيب يمكن لك. قتلوا البلد. انا اسف. انا اسف. ولكن لا وانا لا اسمح. انت لا تريد ونحن لا نسمح بهذا المنطق. لا براحتك انت. لا كمل براحتك. اوعى يا حد يجي لي يشيل الهباب دي. الارض بتنسرق وانت جاي تقول لي كمل. خلي الرز السعودي ينفع. تفضل لا نسمع بهذا الكلام.